طلبات النادي الأهلي بعد اللي حصل امبارح بعد مباراة شباب بلوزداد. المباراة كانت مش مفهومة. الأهلي ما كانش حاضر امبارح نهائي. الأهلي ما وصلش معنا بخمسة جويلة. الأهلي ما وصلش الجزائر من أساسه. كان في حوارات. الأهلي مش ده أهلي ولا ده شخصية من الأهلي اللي كانت المفروض امبارح. يعني على كلمة بريس وين جيمين. كلمة بريس أصلا لما ده اللي كان بيلعب باك يمين أصلا. باك يمين. الأهلي بقدرة أدخله باك شمال. ده اللي بقدرة أدخله وينج شمال وينج يمين. ورا النهاردة كانت صعبة جدا على كلمة بريس. كان ما حطه في مركزه وعايزه يأدي بشكل كويس. غير كده وكده اللعيبة اللي كفوته امبارح ما كانتش قد مسؤولية كافية. الرزة دي فهنسى كوكا امبارح في الهدف اللي جه في الشناوي ايد ورا ظهره. طب انت ايدك ورا ظهرك يا كوكا، انت المفروض تبقى لاعب يعني ارتكاز لاعب. انت تضغط على الخصم عشان يفقد الكورة وتاخد انت الكورة تخليها لصالحك. كتير كده وكده يا كوكا، انت كنت من افضل اللعيبة وده بيشهد الزملكاوي قبل الاهلاوي. انت ده الكلام ده كله بانك مش مركز. تركيزك كام صفر امبارح. بنتكلم عن محمد الشناوي ان هو بسبب الهدف بنسبة، مش عايزة اقول 100%، هو نسبة 50% بصراحة. الكورة هو كان بعيد شوية عنها إلا لما قدر شاط دخلها جوه الملعب مش برا الملعب. وكانت ممكن تفرق جدا مع الفرقة في النوم. لكن يعني دي كورة وده اللي هيحصل معروف وكولر هيمشي خلاص. قلت هيجي قلنا يا كارترون يا إما جوزي يا جوميز. زي ما احنا عارفين إن جوميز فتح مش قد كده مركز 18 لسيزون 16. جوميز مش عارف يمشي مع الكيمياء. فريق فتح زي ما كان ماشي مع الزمالك. شوف ممكن يجي الأهلي يمسك كأس العالم. أعتقد إن هو هيوصل لحتة بعيدة جدا 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 جدا. لكن لو اللعب ركز والأداء مد بصفقات. وقلنا النهاردة إن الزمالك عايز يجيب فيرمينيو. فيرمينيو انت متخيل فيرمينيو يجيلك وسط الكوكبة موجود في الزمالك من لعيبة شوية وشوية. هنشوف ده هيحصل ايه. لكن مش هنقول ان الاهلي هيصفي فريق وهيجيب لعيبة جديد زي المهاجم بوده بنجاح تاني اهو. بوده بنجاح وان جيمين ساديو ماني. هنجيب في نص الملعب. شوف نص الملعب هو باللعب هو في نص الملعب لكن هو عاوز يسيب كانتي. شوف التلاتة دول هيساووا في الأهلي كأس العالم. كانتي كانتي بوده بنجاح ساديو ماني التلاتة دول موجودين في كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي. السلام عليكم.